تعالى وبركاته. نحن مجموعة الشباب الصحراوي المقصيين متوظفات فوس بكراع المعتصمين بالرباط لليوم 177 في ظروف قاسية وصعبة ومزرية وحاطة من كرامة الإنسان. اليوم نحن نتضامنوا مع أبطال الاعتصام داخل الحافلة ونتضامنوا معهم تضامن لا مشروط. أبطال صراحة ورانا شاجبين وضد ذا اللي وقع لهم ومستنكرين، وحتى من طرف الدولة المغربية ومن طرف السلطات القمعية، أن الدولة المغربية ذلك توعد به احنا ما ريناه لا هون في الرباط ولا في العيون ولا في كل بلد. ومن ذا المنبر أنا كنشكر الساكنة وكنحييها على تضامنها اللامشروط معنا ومع الأبطال ومع جميع الفئات المهمشة اللي كتطالب بحقوقها داخل دي الدولة القمعية الهمجية. واليوم نحن هذه راهي بداية تصعيد وبداية تصعيد، والتصعيد راه مازال جاي، وكنحملوا المسؤولية التامة والكاملة للدولة والمؤسساتها الحالة النفسية والإصابات اللي تعرضوا لها المعتصمين داخل القطار. ونحن هون مولي كنقولوا من ذا المنبر على أننا رانا صامدين ومستمرين، وإحنا ضد الوعود الكاذبة وضد هذا الشيء كتجي به الدولة تقول عنها مستهدفة به الساكنة، لأن خيراتنا كي يعرف الجميع وخيرات الصحراء كفيلة بتشغيلنا وكفيلة بتشغيل الصغير منا إلى الكبير منا. ونحن رانا مانا ساكتين ولا تلا حد ساكت ولا شيء. هذا يسمعوه القاصي والداني وراه ما يمثلنا حد. نحن نمثلوا روسنا لأن التمثيليات كاملة تكذب وسجلنا عليها بالوعود اللي انعطات. لان احنا ولا المعتصمين في اللي ضرب عن الطعام ولا المعتصمين البارح ما جبروا باش يفكوا معاهم لان طال الكذب. ورانا متضامنين مع جميع الفئات المهمشه من الصحراء كامله، متضامنين معها في الصحراء، متواجده في الصحراء كامله، ورانا ضد ذا الشيء كامل. نحن هون كان تعرضوا لياسر من المضايقات وياسر من الحقره والتهميش والاذلال والتحقير، وهذا رانا محملين مسؤوليته للدوله ومؤسساتها. نحن البرامج اللي يجيبوا الى عاد ما قاصدين بهم الساكنه وقاصدين بهم ابناء الاقاليم الصحراويه ما عيننا فيهم. بارك عينا من الكذب 40 عام وانتم تكذبوا علينا. والسلام عليكم ورحمه الله، وتحيه نضاليه للرفاق، وما لا ياتي بالنضال ياتي مزيد من النضال، وتحيه للساكنه كامله اللي عبرت البارح عن موقفها الاساسي ضد هالشيء اللي تعرضوا لاولادها. وشكرا.